عندي رسالة وتنويه إلى بعض خدام الإمام الحسين وزوار الإمام الحسين. دير بالك تحكي على زائر كان ما كان، ترى تعتبر غيبة، وانتم تعرفون الغيبة شنو، تعرفون احنا مقبلين على زيارة مليونية وزيارة ثقيلة وراح يصير ازدحام وشايفينها بعدتم الزيارة، فراح شيء أكيد راح تجي زوار من خارج العراق، يعني من الدول العربية، من الدول الخليج، من غير الدول الأوروبية، إيران، وخاصة إيران. يعني إيران أزيد الدول هي راح تجي، يعني كل سنة يجون هم 3 ملايين 4 ملايين، فشي أكيد، وخاصة الازدحام يصير بين نجف كربلاء، وهاي الحالات كل سنة جاي نشوفها وكلكم تعرفون بيها. يعني احنا خلينا نكون خدام لزوار أبي عبد الله الحسين، وانتم إن شاء الله خدام واحنا كلها جاي تخدم، فدير بالكم تحجون على زاير، يعني هذا الزاير هيجي، هذا الزاير هيجي، هذا الزاير هيجي، كان من كان تعتبر غيبة، والحسين ما يقبل بالغيبة شيء أكيد. احنا رايحين نتعلم من الحسين، احنا رايحين نتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الحسين عليه السلام، فكل احنا زوار الإمام الحسين. والحسين خلنا أقول لكم فت شغلة، الإمام الحسين ما يفرق بين عراق، إيران، كويت، بحرين، كلهم زواره وكلهم يرحب بيهم. فاحنا إن شاء الله نكون قد الخدمة وقد الضيافة، وانتم قد الضيافة وقد الخدمة، وربي يحفظكم إن شاء الله. واسأل من الله سبحانه وتعالى ما يضيع أجركم ولا تعبكم ولا خدمتكم، كلها تلقونها قدامكم عند الإمام الحسين. فهلا بالزوار، خاصة الزوار الإيرانيين، فخيكونون يعني نتلقاهم بكلام طيب، نتلقاهم بخدمة تليق بيهم، لأن هم ضيوف الإمام الحسين، ما طول ضيوف الإمام الحسين فهم ضيوفنا، والعراق عراق الحسين عليه السلام، فخلنا نطلع بوجه أبيض ولا نحكي على زوار الإمام الحسين، خلنا نروح قلب واحد، ما لي شغل طائف أي طائفة إياه يجي أهلا وسهلا به. الحسين مو الواحد، الحسين للكل، الكل العالم. فلازم احنا، وإذا سمعت يعني صاحبك أخوك واحد يحكي على زاير من غير دولة أو زاير عراقي، نصحه قل أخوي لا تحكي على الزاير، هاي تعتبر غيبة وانت ماشي للحسين عليه السلام، فالحسين ما يقبل بالغيبة. واحنا كلنا كبار وكلنا فاهمين إن شاء الله، وانتم بيكم البركة وربي يحفظكم إن شاء الله، ولا تنسوني من الدعاء.